السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب الست بسيطة وبنوتتها؟ يا رب تكونوا بألف صحة بألف سلام. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. النهاردة جاية لكم بوصفة كنتاكي عالمية، مقرمشة وما بتشربش زيت وخفيفة وحلوة وكريسبي. من الأجنحة. تابعوا الفيديو قبل ما نشوف مكوناتنا. صلوا على النبي وحطوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا نشوف مكوناتنا عبارة عن ايه. مكوناتنا سهلة وبسيطة، موجود في كل بيت. عندي 3 معالق كبار من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، ملح مبهر، كركم او كاري وروز ماري وشوية من الشطة. طبعا لو عايزاها سبايسي زودي حطي معلقة كبيرة من الشطة. هبدأ ان انا انزل بجزء من دقيق وبجزء من النشا واخلطهم كويس مع بعض. اديني دلوقتي نزلت بالدقيق وابدا ان انا انزل بجزء من النشا، واقوم جايبه شويه من الميه، شويه بسيطه، وابدا ان انا اخلط الدقيق ده كله مع النشا. اخلط ما يكونوا ايه بقى لغايه ما يبقوا سايلين كده معايا، اشبه للعجينه، ما تكونش عجينه كده يابسه وفي نفس الوقت ما تكونش ميه. انا عايزاها متوسطه عشان احط الجناح بتاعي يلزق على طول. وابدا ان انا اضيف بقى التوابل والبهارات اللي عندي، واقلب كويس جدا في كل مرحله من المراحل اللي انا بعملها. حطيت جزء من الدقيق والجزء المتبقي من النشا على بعض، ويبقى انا كده عندي المكونات الجافه وخلطتهم كويس مع بعض، وعندي المكونات السايله. هبدا اجيب الاجنحه اللي عندي المقطقطه وابدا اخد الجناح واحطه في المكونات اللي هي السايله، وبعد كده احطها في المكونات الجافه واعمل لها تغطيه كويس جدا، وادخل السائل ده جواها، وفي نفس الوقت احطها في المكونات الجافه واخليها تتقلب فيها كويس جدا. انا سلقه الاجزاء عندي سلقه 3/4 سلقه. ليه؟ علشان احط في الزيت وتكمل سواها. هبدأ ان انا بعد ما غلفتها كلها هكمل الكمية اللي عندي واحطها في التلاجة لمدة نص ساعة، واطلعها على زيت غزير وسخن، واحطها الاجنحة بتاعتي. بجد 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 لذيذة وجميلة وكمان اقتصادية وموفرة وصحية. الله على الجمال والحلاوة والقرمشة، حاجة كده في منتهى الجمال والروعة. بسم الله ما شاء الله. اقتصادية. تعملي جنبها شوية بطاطس، شوية كفتة من اللي اتبقوا من الخليط. احنا ما بنرميش حاجة، بنستفيد منها. شوية سلطة مقطقطين مع شوية مكرونة، او تاكليها كده بالهنا والشفا على قلوبكم يا رب. ما تنسينيش بقى في اللايك والدعوة الحلوة والاشتراك وكومنت منك يكبر الخاطر، يكبر بخاطركم ربنا. وقولي لقرايبكم وحبايبكم عن مطبخ ست بسيطة وبنوتتها. ويقول لكم في الختام السلام عليكم ورحمة الله.